كابتن عبدو، ايه رايك ننتقل سريعا بقى دلوقتي ونشوف مع بعض هذا اللقاء ان شاء الله نطمن من خلاله على منتخب مصر، لقاء مصر والجابون. ننتقل سريعا للسيد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر. قطع توصل مره لعبد الحليم مره ثانيه، انما محمد حمص توزيع كده وفتح لعب في اتجاه حسن مصطفى على حدود المنطقه يقدر، انما محمد شوقي توزيع في الجهه اليسرى في اتجاه محمد عبد الوهاب يقدر يفوت من هنا. فعلا فات محمد عبد الوهاب. يلا بقى العرضيه، وعرضيه حلوه انما قلشه كده وفي الشبكه من بره. حلوه لنهائيات الامم الافريقيه اللي هتنظمها مصر ان شاء الله. وادي واحده كده بينيه داخل المنطقه توصل سهله لنجوم بيكال، انما في صفاره من احمد عوده وركله جزاء لمنتخب مصر في الدقيقه كام بقى؟ في الدقيقه 9 من عمر الشوط الاول. هنشوف مين يتصدر اللعبه، محمد ابو تريكه ولا بشير التابعي؟ هنشوف. وادي كارت اصفر وانذار رقم 15 اكوريني. ادي اللعبه، محمد عبد الله عايز يفوت، انطلق كده ودخل منطقه الجزاء محمد عبد الله، انما رقم 15 مع في الجزاء، وممكن يبقى الهدف الاول لمصر في الدقيقه 10. وعبد الحليم هوبا يا عبد الحليم يا علي يصد على طول نجوم بيكال. ركله الجزاء اللي كان سددها عبد الحليم علي كان ممكن يتقدم منتخب. محمد شوقي ياخد يلعبها حلوه في اتجاه حسن مصطفى، في مساحه في مسافه يقدر يتحرك فيها حسن، عدل نفسه كده جاب الكره على القدم اليمنى وهطولها عبد الحليم يا عبد الحليم يا علي. يعني لو طاير كده بضربه راس كان يبقى احسن، انما عايز يوقف على وجه القدم تطول الكره. ادي لعبه حسن مصطفى وادي الاعاده وادي عبد الحليم، ما توقفش الكره على وش رجله. هات وخد مع شوقي ابو تريكه عبد الحليم علي، ولا كانت ممكن تبقى اجمل من كده. ادي عبد الوهاب هوبا حلوه تصويبه محمد عبد الوهاب، انما يطير ويمسك نجوم بيكال تقع. وسيرجي مابيالا سيرجي، ادي الحائط البشري لمنتخب الجابون وادي عبد الوهاب واتلعبت حلوه تصويبه مفاجاه مباغته من محمد عبد الوهاب بقبضه ايده كده نجوم بيكال، انما تطلع الكره بره الملعب وركله ركنيه للمنتخب الوطني المصري. هنشوف طارق السيد اشترك مكان مين؟ مكان محمد. وادي طارق السيد على التنفيذ. طارق اتلعبت كورته حلوه يا عبد الحليم يا علي، كان ممكن يبقى هدف، طلع من جول نجوم بيكال، انما في ركله حره مباشره لصالح. اتلعبت حلوه الكره العرضيه اللي فاتت اللي كان لافتها طارق السيد داخل منطقه الجزاء وراح لها عبد الحليم علي وطلع نجومه، انما في ركله حره مباشره. عطى احمد عوض. ادي العرضيه من محمد عبد الوهاب، طلع شوقي طلع عالي جدا والله محمد شوقي، ضربه الراس كده فوق عرضه نجومه على طول. عادل الباوي يلعب بالعرض من هنا، طارق يحاول طارق بمهاره، بص بقى بره يا طارق بص بره، والعرضيه اتلعبت انما سهله في ايد عصام الحم علي في الدقيقه 10 من الشوط الاول. ركله الجزاء مباراه زيمبابوي الاخيره اللي فزنا فيها بهدفين، كان سجل اسامه حسني الهدف الثاني من ركله الجزاء. ادي اسلام وادي العرضيه ابو تريكه جول يا ولد يا ابو تريكه، قد ابو تريكه زي الصقر كده غمزها بسن القدم، انما فاتت يعني مسافه صغيره بعيد عن القائم الايسر، كان ممكن تتقدم مصر بالهدف لابو تريكه، انما لعبها كويس والله اسلام الشاطر. اتحطت العرضيه الارضيه، شوفوا بقى ابو تريكه لعبها والله حلوه ابو تريكه، انما مفيش بخت ومفيش توفيق في اللعبه اللي فاتت بعيد عن القائم الايسر كده، كانت ممكن. اتلعبت قصيره، محمد عبد الوهاب عايز يشوط من هنا ويلعب العرضيه هوبا ضربه راس من عبد الظاهر السقا، انما في رايه وصفاره، في رايه وصفاره تسلل عبد الظاهر السقا وفي الشبكه من بره الكره العرضيه اللي لعبها محمد عبد الوهاب، انما في موقف تسلل عبد الظاهر السقا على طول شاره من بشري بشير وصفاره من احمد عوده وركله حره غير مباشره. ادي اللعبه والله طارق السيد اللي كان لعبها العرضيه، ادي طارق شو عبد الظاهر السقا وضربه الراس، انما العرضيه يلا بقى العرضيه واتلعبت العرضيه وحلوه وضربه الراس وهوبا سندها ابو تريكه حلوه سددها على طول اسامه حسني، انما رايتك يا بشري يا بشير وتسلل. يحاول لوندو، لازم يضغط بقى اسامه حسني هنا، توصل عند موامبا، ادي فات موامبا يقدر يشوط، خلي بالك من الشوطه، ادي التصويبه ضعيفه مره ثانيه اتحطت هوبا، كان ممكن تيودور يسجل في الدقيقه 22 لمنتخب الجابون بعد هجمه منظمه من المنتخب الجابوني. وصلت تيودور شاط على طول تيودور، انما بعيد عن مرمى عبد الواحد السيد. الهجمه الملعب مدير صانع الالعاب، انما لازم يزيد بقى في هذا التوقيت جمال حمزه. وادي شوقي واحده طويله ومش تسلل يا حسن يا مصطفى، بص بره عند ابو تريكه هوبا العرضيه والله حلوه لحقها على اخر لحظه، انما فاتت الكره عرضيه يا دوب من امام
مرمى نجوم بيكال وما يلحقهاش، انما مره ثانيه ابو تريكه ياخد، ابو تريكه يصوب، ابو تريكه بعيد عن المرمى، عايز يلف ويعمل بليسنج. الكره احمد السيد، عبد الظاهر السقا لحسام، حسام والتصويبه، الله عليك يا حسام، الله عليك يا حسام. استلم حسام كده من على مسافه 25 ياردة، صد تصوب انما يمسك اوفونو على طول. ادي تسديده حسام وعلى مره محمد شوقي، طويله كره شوقي، محمد ابو تريكه يقدر يفوت هنا، يلعب العرضيه، جول حسام حسن. الله عليك، الله عليك يا حسام، فعلا حلال العقد حسام حسن، كبير الهدافين، عاشق الشباك العميد. بقول لحضراتكم اثناء نزول حسام حسن يقدر يقوم ويتقمص دور حلال العقد. فعلا حسام حسن قام بدور حلال العقد، استنى العرضيه من ابو تريكه داخل المرمى في الدقيقه 44 بضربه راس. تسلم راسك يا حسام، تسلم الصلعه يا حسام. يتقدم المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء للنجم حسام حسن. الله عليك، تسلم راسك يا حسام. شوفوا حسام، بص شوف حسام بيعمل ايه، هدف جميل، رائع 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 حسام حسن. دهن في العتاقي، اكثر لاعبي مصر اصرارا وعزيمه حسام حسن، يعني مثل اعلى لكل الشباب وقدوه لكل الصاعدين والواعدين. مهما قلنا مهما عملنا حسام فائز بهدف وراسه حسام حسن. محمد شوقي، تامر عبد الحميد، السقا، كورته طويله، محمد شوقي بص بره بقى، شوقي يلعب العرضيه انما مستني حسام تفوت المره دي، توصل عند موبوس والدي. تامر عبد الحميد رايح، تامر يقطع في اشتراك كده من غير كوره. ادي تامر، يعني كده 48 دقيقه. ادي ابو تريكه حطها ناحيه شمال في اتجاه احمد السيد، مركز زير الايسر اللي بيدفع بيه المباريات الوديه مارك تارديلي. غير كده كتير من مراكز اللاعبين، شفنا حسني عبد ربه في مركز زير الايمن، شفنا جمال حمزه نص الملعب ناحيه الشمال، وادي احمد السيد في مركز زير الايسر، وادي جمال حمزه. العرضيه من جمال اسامه، وفي عرقله باينه يا احمد يا عوده، وركله جزاء، ركله جزاء في الدقيقه 49. بين اللعبه مفيش كلام، بين اللعبه يا احمد يا عوده. عرقله لاسامه حسني، هنشوف بقى مين هيسدد، مين يصوب، مين يسجل لمصر ان شاء الله. هل حسام، هل ابو تريكه، حسام حسن. ادي العرقله واضحه جدا، واضحه العرقله. في ركله جزاء قبل كده، المدير الفني لمنتخب الجابون البرازيلي فيلو قايم كده وبيتكلم لاعيبته، عارف بيشاور كده، يعني بيقول انسحبوا او اطلعوا من الملعب ولا ايه. تصرفات من لاعبي الجابون، تصرفات غير مطابقه للمواصفات الكرويه من لاعبي الجابون. المفروض مفيش اعتراضات. دايما نقول ان الرياضه ليست تحرز الكؤوس فقط، بل انها تهذيب للنفوس. يبدو ان الفريق الجابوني مش هيكمل اللقاء. الرقم 7 تيودور، اعتقد كده ان حمل شاره الكابتنه بعد نزيل موجاي حصل على كارت احمر. يبدو ان بيحمل شاره الكابتنه في المنتخب الجابوني بيكون نصيبه على طول كارت الاحمر. وادي الاعاده، ادي الاعاده وفيها افاده. شوفوا حضراتكم عرقله واضحه، عرقله واضحه مفيش كلام. ادي العرقله بعيد عن الكوره وداخل حسام. ادي حسام حسن، وصلنا للدقيقه 52 وحسام هوبا جوه الجول. الله عليك، تسلم رجليك، الله عليك، تسلم رجليك يا حسام يا حسن. دقيقة 54 على الشاشة، الهدف الثاني لحسام حسن من ركلة جزاء. كبير الهدافين، عاشق الشباك، لعيب تمام مفيش كلام. حسام حسن يسجل، يصوب، يهدف لمنتخب مصر. الله عليك، تسلم رجليك حسام حسن. والهدف الثاني لمنتخب مصر، والهدف الاول كان ليك يا حسام في الدقيقة 44 من ضربة راس من العرضية اللي كان لاعبها محمد ابو تريكة. بيبتسم حسام، بيضحك حسام، ابتسمنا معاك يا حسام يا حسن. يعني ثواني بقى اعتقد كده وينتهي اللقاء. تم طرد 2 من لاعبي منتخب الجابون، نزينجو جاي ونسفي تيودور. 2 مصر لا شيء الجابون. المقابله الثالثه والهزيمه الثالثه للجابون امام المنتخب المصري مرتين قبل كده وبنتيجه واحده 4-0، وادي النهارده 2-0. هذه اللحظه اعزائي مشاهدي قناه النيل للرياضه، صافره نهايه اللقاء بتطلق من قبل احمد عوده واعلان فوز مصر على الجابون بهدفين للنادي.